مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتسمعوا فيه الفيديو. زي ما تعودنا كل يوم بننزل قراءة عاطفية جديدة. برحب بصحابي اللي بيسمعوني كل يوم، بتمنى لكم التوفيق والسعادة في حياتكم. برحب بمشتركين الجداد معايا وبتمنى دايما اكون عند حسن الظن ليكم. قراءة النهاردة هي مقارنة ما بينك وما بين الطرف الثالث. لو حبيبك عنده طرف تاني غيرك، علاقة بقى قديمة، زوجة، ايا كان وضعها ايه في حياته، عايزين نعمل مقارنة ونشوف هو بيحب مين، هو عايز مين، مشاعره مع مين، بيحبك انت ولا بيحب الطرف التاني، هل بيحدث ما بينهم وما بين بعض علاقة جسدية ولا لا، هل الكلام اللي هو بيقوله لك عن الطرف التاني ان هو مش بيحبه او ان هو مش طايقه، هل الكلام ده صحيح ولا لا. هنعرف كل التفاصيل من خلال قراءة اليوم. زي ما تعودنا اي قراءة على القناة طاقة زمنية مفتوحة، تقدروا تسمعوها في اي توقيت انتوا حابينه. طاقة اي فيديو زي ما اتفقنا طاقة زمنية مفتوحة. القراءة هنا الجنسين، والقراءة هنا عامة بتاخد منها اللي يناسبك، كل مش بيناسبك بيناسب غيرك. عندنا هنا مجموعتين، عندي المجموعة الأولى بالحجر ده وعندي المجموعة التانية بالحجر ده. حروف المجموعة الأولى: زين ط ت ر ي س ف ظ أ د ب ش ن ك ض. زين ط ت ر ي س ف ظ أ د ب ش ن ك ض. أول حرف أو تاني حرف أو الحرف الأخير من اسم الحبيب الأصلي. حروف المجموعة التانية: جيم صاد ميم لام قاف واو ه عين لام ألف غين س ح ذال خ. جيم صاد ميم لام قاف واو ه عين لام ألف غين س ح ذال خ. أول حرف أو تاني حرف أو الحرف الأخير من اسم الحبيب الأصلي. هنبدأ مع المجموعة الأولى اللي اختارت الحجر ده أو أي حرف من الحروف دي. هتلاقوا الحروف في صندوق الوصف عشان لو في اختلاف في اللهجة أو في اللغة. خلينا نكشف عن الطاقات في الأول كده، نشوف طاقتك وطاقة الشخص اللي في بالك. طيب خلينا نشوف طاقة الشخص اللي في بالك. شايفة شخص هنا تعبان، شخص هنا مهموم، شخص حاسس ان انت كارهه، ان انت ما بقتش حبه، ان انت ما بقتش عايزه بسبب تدخل اطراف ما بينك وما بينه، بسبب الطرف التاني اللي عنده. شايف ان انت ما بقتش حبه، بقيت مش مقبل عليه، حاسس ان هو مش اهمل فيك، حاسس ان هو مش بيحبك، حاسس ان هو بيفضل الطرف التاني عليك. الشخص ده حاسس ان انت خلاص زهقت منه ومليت من تصرفاته، مليت من اهماله، مليت من العلاقه اللي اون واوف كل شويه، مليت من ان هو يهملك ويرجع يقول لك معلش اصل انا كنت مشغول، او ان انا كان عندي شغل، او اللي راحت عليا نومه، او شايف ان انت زهقت ومليت وجايب اخرك منه، مش عارف يعمل ايه. هو عايز يراضيك وعايز ان هو يحايلك وعايز ان هو يديك الحب والاهتمام ويبدأ معاك ويعمل كل حاجة، بس مش عارف. هو حاسس ان هو تعبان، حاسس ان هو مرهق، حاسس ان هو هنا بسبب الطرف ده، حاسس ان العلاقة ما بينك وما بينه طول الوقت متوترة. الشخص ده بيحبك قوي، الشخص ده بيحبك قوي قوي، وعايز يديك حب كبير، وعايز يقولك ان هو حتى لو عنده طرف تاني غيرك ان هو بيحبك كتير، بس هو مش عارف يعمل ايه. هو حاسس ان انت كارهه دلوقتي، حاسس ان انت مش طايقه، حاسس ان انت تعبت وجبت اخرك من كل حاجة بسبب اهماله وقلة تقديره، حاسس ان هو بقى مكروه بالنسبه لك، حاسس ان انت خلاص ما بقتش مقبل عليه. فدلوقتي بيفكر يعمل ايه عشان يثبت لك ان هو بيحبك بجد، بيفكر يعمل ايه عشان يخليك تثق في كلامه، تثق ان هو محتاج لك، تثق ان هو بيقول لك كلام صدق. عايز يعني عايز يبعت لك رساله ومتردد في ارسالها، يقول لك فيها ان هو مشتاق لك، ان انت وحشته، ان هو غلطان، او ان هو يقدم لك اعتذار، بس بيرجع يتردد، مش خايف من ردة فعلك. الشخص ده شايف ان انت خلاص ما بقتش طايقه، خلاص ما بقتش عايزه، خلاص ما بقتش عايز العلاقه دي، بقيت عايز ترحل عن العلاقه دي لان انت مليت منه ومليت من تصرفاته. فدلوقتي بيفكر عايز يشوف هيعمل ايه او يسوي ايه عشان يحسن الاوضاع اللي ما بينه وما بينك. خلينا نروح لطاقتك انت يا صاحب القراءة. شايفة هنا ان انت مهموم، شايفة ان انت تعبان، شايفة ان انت عليك ضغوطات، عليك مسؤوليات، شايفة ان انت ممكن تكون كنت زوج للطرف ده وانفصلت عنه بسبب اطراف، او هو كان متعدد العلاقات سابك ودخل في علاقة. شايفة كمان ان انت ممكن يكون عندك طرف تاني غيره، يعني انا شايفة انت ممكن يكون عندك طرف تاني غيره، بس هنا ايا كان الوضع ايه. في ناس هنا معايا ممكن يكون انت عندك اطفال وهو لأ،
والنقطة دي مأثرة على العلاقة اللي ما بينك وما بينه. ايا كان الوضع ايه هنا، انا شايفه ان انت تعبان، شايفه ان انت حزين، شايفه ان انت متعلق جدا بالشخص ده وبتفكر فيه كتير جدا جدا، بس مش عارف تعمل ايه، لان انت زهقت من الطرف اللي عنده، زهقت من العقبات اللي في العلاقة، زهقت من اهماله، زهقت من تصرفاته، ان هو بيبعد عنك ويرجع بمزاجه، او ان هو بيهتمش بيك. شايف ان انت مش تحت امره طول الوقت، شايف ان هو بيستغلك، شايف ان هو بيجي عليك، شايف ان هو بيظلمك، شايف ان انت طول الوقت حاسس ان هو يعني مباح اليه، او ان انت متاح اليه، وان هو عايزك بس لرغباته، عايزك بس عشان انت اللي تسنده، عايزك بس وقت فراغه لما يكون فاضي او ليه مزاج ليك. فشايفاك هنا تعبان، شايفاك هنا متأثر، شايفاك هنا مهموم، بتفكر كتير جدا جدا في العلاقة دي ومش عارف تعمل فيها ايه. نفسك في فرصة او في بداية جديدة في العلاقة دي، لان انت شايف ان انت اتوجعت قوي، شايفك قلبك وجعك قوي في الوقت الحالي، تعبان جدا وحزين جدا جدا جدا. مهما تبين ان انت عايش وان انت مهتم بنفسك وفي تفاصيلك عشان تحرق دم الشخص ده، وان هو تخليه ان هو يغير عليك او ياخد خطوات اتجاهك، بتحس ان انت من جواك عكس كده، ان انت من جواك متألم جدا، ان انت من جواك حزين جدا. نفسك في فرصة، نفسك تتجوز الشخص ده وتكمل حياتك معاه، نفسك تتخلص من اي عقبات، من الطرف اللي عنده، من الطرف اللي عندك، من اي عقبات في العلاقة، وان انت تحس ان الشخص ده عايزك بجد، ان هو بيحبك بجد، لان انت طول الوقت حاسس ان هو بيتسلى بيك، ان هو عايزك لاغراض جسدية او اغراض جنسية، وان هو هنا مش عايز اي حاجة تانية غير ان هو يتسلى بيك انت وبس يا صاحب القراءة. خلينا نبدأ نعمل المقارنة معاك ومع الطرف التاني. خلينا نشوف طاقة الطرف التالت اللي معانا، طاقة الطرف التالت اللي معانا يا صاحب القراءة. طب انا شايفه ان الطرف التاني تعبان، الطرف التاني عمال يحاول يحسن العلاقه اللي ما بينه وما بين حبيبك بس مش قادر، حاسس ان هو مهموم، حاسس ان هو متمسك بحبيبك، بس عارف ان حبيبك مش متمسك بيه، حبيبك هنا عايش معاه بعقله، مش عايش معاه بقلبه، عايش معاه عشان بس مجرد ان هم ازواج مش اكتر، او ان هم هنا يعني مع بعض مش اكتر، وان هو مضطر يكمل معاه عشان ماديات، عشان اطفال، انما مش عايزه عشان بيحبه. شايف ان هو متعلق بيه، شايف ان هو غيران عليه، بيحاول يديله اهتمام، بيحاول يديله حب، بيحاول ان هو هنا يعمل اي حاجة عشان ترضيه، بس شايف ان حبيبك هنا مش مديله اهتمام، مش مديله حب، مكبر دماغه منه. شايف ان هو هنا طول الوقت بيعامله معاملة جافة، شاكك ان هو عنده طرف تاني غيره، شاكك ان هو عنده طرف تاني غيره، وان هو مش عايزه، وان هو هنا عايز يتخلص منه ويتزوج من الطرف التاني ويرحل عن العلاقة، بس هنا متأيد في العلاقة بسبب الماديات او بسبب الاطفال. فالطرف ده غيران جدا جدا في الطاقة الحالية ومتضايق جدا، شايف ان هو هنا عايش في العلاقة دي بعقله، ان حبيبك هنا عايش بعقله، وهو هنا حتى الطرف ده عايش برضو يعتبر بعقله مش بقلبه، لان هنا شايفه ان هو بيفكر في الاوضاع، بيفكر في الاحداث اللي بتحصل في العلاقه، شايفه ان ممكن يكون الطرف ده بيفكر ان يعمل اعمال او يعمل اسحار او يعمل حاجه عشان تربط حبيبك ده بيه، وان هو يخليه ما يفكرش فيك، لانه شاكك في امره، شاكك ان هو عنده علاقه تانية، او هو بالفعل عارف بوجودك في حياه حبيبك ده. فالطرف ده دلوقتي مش عارف يعمل ايه، الطرف ده مش عارف يعمل ايه، ففي طاقه مراقبه من الطرف ده اتجاه حبيبك في الطاقه الحاليه. بعد ما كشفنا عن الطاقات، خلينا نشوف مشاعر حبيبك اتجاهك انت هنا اهو، ومشاعره اتجاه الطرف التاني. طيب انا شايفه ان هو مشاعره اتجاهك ان هو متعلق بيك، حاسس ان هو متعلق بيك جدا جدا، حاسس ان هو مشتاق ليك قوي، حاسس ان هو بيفكر فيك طول الوقت ومهووس بيك، شايف هنا ان هو لولا المسافه او البعد او العقبات كان المفروض يبقى اقرب ليك اكتر من كده، شايف ان هو هنا عايز يختار ما بينك وما بين الطرف الثالث بس مش عارف يختار مين، شايف هنا ان هو مهموم، شايف هنا ان هو حزين، شايف هنا ان هو تعيس، شايف هنا ان هو هنا متعلق بيك انت ونفسه يختارك انت بس مش عارف يختارك. مشاعره اتجاه الطرف الثالث شايف ان هنا العلاقه
منهارة في الوقت الحالي. العلاقة ما فيهاش هنا اي انبساط، ما فيها، مليانة مشاكل، مليانة عقبات. شايف ان هو هنا ما عندوش مشاعر اتجاه الطرف ده، غير ان هو بيراقبه، شايف ان هو هنا دلوقتي مكتئب منه، شايف ان هو مش طايقه، شايف ان هو هنا ما فيش سعادة في العلاقة، فاقد السعادة في العلاقة دي، العلاقة مش مستقرة، فيها انهيار في الوقت الحالي. فهنا شايفة ان مشاعره اتجاه الطرف التاني مشاعر سيئة، مشاعر مش حلوة. طب هل هو بيحبك؟ هل هو بيحبك؟ هل هو بيحبك انت؟ هل هو بيحبك انت ونظرته ليك؟ هل هو بيحبك انت وايه نظرته ليك؟ وهل هو بيحب الطرف التاني وايه نظرته ليه؟ طب بصوا، شايفة هنا من ناحيتك انت، من ناحية الحب ونظرته ليك، شايف ان انت جذاب، شايف ان انت مثير، شايف ان انت جميل، شايف ان انت مميز جدا، شايف ان انت شايف نفسك ومهتم بحالك، بحيث ان هو منجذب اليك طول الوقت، بحيث ان هو عايزك، عنده اثارة اتجاهك، عنده شغف اتجاهك، بيشوف ان هو محتاج لك طول الوقت، محتاج وجودك في حياته، محتاج ان انت تبقى معاه، بحيث ان هو بيكتمل بيك، بحيث ان هو انت نقطة ضعفه، انت الحاجة الوحيدة اللي بتكمله، انت الحاجة الوحيدة اللي هو بيتمناها. طيب نظرته للطرف التاني ايه؟ شايفه ان هو هنا شايف ان الطرف التاني انسان عايش بعقله، انسان مستهتر، انسان مش بيحبه، اكنه عايش معاه في علاقه زيه زي يعني اتنين اصحاب كده، مش واخد راحته معاه، حاسس ان هو متضايق منه، حاسس ان نظرته ليه ان هو شخص عقلاني، شخص شخص طول الوقت في مشاكل، طول الوقت عايش في صراعات، شخص هنا ما بيدهوش المشاعر اللي هو محتاجها، شايف ان هو هنا متضايق منه قوي وعنده انفعالات قوية اتجاهه، بيشوف ان الشخص ده شخص مش يعني مش مريحه، مش مبسوط معاه، فنظرته ليه ان هو مش مرتاح معاه في العلاقة، او ان هو عايش معاه كأنه مش لاقي فيه الصفات اللي هو بيبحث عنها، مش لاقي فيه الحاجات اللي هو بيبحث عنها، حس ان هو الطرف ده مش مريحه، مش مديله الحاجات اللي هو بيدور عليها، بيحس ان الراحة معاك انت. طيب خلينا نشوف هل بيحدث علاقة جسدية ما بينه وما بين الطرف الثالث، وهل بيستمتع بيها ولا لأ. طيب انا شايفة هنا ان العلاقة الجسدية نادرة جدا، ولما بتحدث بيحس ان هو مش مستمتع بالعلاقة دي، بيحس ان هو مهما اداله الطرف ده من اهتمام، من حب، من مشاعر، او حاول ان هو يديله يعني العلاقة دي، وان هو يرضيه ويعمله اللي هو عايزه، حبيبك مش متقبله، حبيبك طول الوقت بيفكر فيك انت، طول الوقت منجذب اليك انت، طول الوقت حاسس ان هو مش قادر يبطل تفكير فيك، شايف ان هنا مرتبط بالعلاقة دي بسبب الماديات، بسبب الاطفال، شايف ان الطرف ده عمال يديله حب، يديله اهتمام، يديله هنا يعني يحاول يعمل له اي حاجة، بس هو مش شايف ان هو عنده مشاعر اتجاهه، شايف ان هو مقيد في علاقة هو مش حاببها بسبب الزواج، بسبب الماديات، انما هو مش حابب الطرف ده ومش عايز يكمل معاه، شايف هنا ان هو مش مرتاح في العلاقة دي، فهنا لما بيحدث علاقة جسدية بيحاول ان هو يتهرب منها، لانه مش بيحس بالاستمتاع، مش بيحس بالاثارة من الطرف ده. طب هل هو يريد علاقة جسدية معاك انت؟ نعم 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 نعم، الشخص ده عنده شغف اتجاهك قوي انت، وبيتمنى حدوث علاقة جسدية معاك، لان شايف مهما الطرف التاني اداله من حب، اداله من مشاعر، اداله هنا من احاسيس، هو مش متقبل الا منك انت، بيحس ان هو متعلق بيك، بيحس بالسعادة في وجودك، لولا وجود الطرف التالت ده كان شايف ان العلاقة دي ممكن تتطور للافضل وتاخد مسار تاني خالص. الشخص ده بيتخيل العلاقة الجسدية معاك، بيتمنى الزواج منك، بيتمنى ان هو يكمل معاك، شايف ان هو ممكن يكون ظلمك، ممكن يكون جاي عليك، بيشك اوقات ان انت عامل له اعمال، ان انت عامل له اسحار عشان تربطه بيك، لان هنا مهما اداله الطرف التاني من حب، هو مش متقبل الحب الا منك انت، فهنا بيتخيل كثيرا المنزل، البيت، العلاقة الجسدية، بيتخيل كثيرا ان هو معاك، فهنا بيتمنى وعنده رغبة في العلاقة الجسدية معاك. نعم. طيب هل هو صادق في الكلام اللي بيقوله لك عن الطرف الثالث؟ هل هو صادق؟ لا، مش كل الكلام اللي هو بيقوله لك عن الطرف الثالث صحيح، مش كل الكلام اللي بيقوله لك حبيبك عن الطرف الثالث صحيح، بيخاف يقول لك كل الكلام او كل الحقائق ان انت تفهمه غلط، او ان انت تعرف نقط ضعفه، او ان انت تشوفه بصورة وحشة، فهنا مش كل الكلام اللي بيقوله لك بيبقى كلام صادق.
طيب خلينا نشوف هل الطرف الثالث هيخرج من العلاقة. هل في خروج للطرف الثالث من العلاقة؟ نعم، الطرف ده هيخرج، الطرف ده للأسف هيخرج ويرجع تاني. يعني ايه؟ يعني الطرف ده بعد ما يخرج من العلاقة وخلاص ينهي العلاقة بيرجع تاني يتمسك بالعلاقة. الطرف ده مش عايز يسيب حبيبك بسهولة، فهنا هيبقى فيه خروج اون واوف، يتخانقوا ينفصلوا وبعد كده العلاقة ترجع مرة اخرى. لان انا شايفة هنا الطرف التالت بعد ما يخرج هيرجع تاني، هيرجع تاني ويحاول ان هو يصلح الاوضاع ويحاول ان هو يعمل استقرار. لانه لما بيخرج بيحسس حبيبك بالذنب، بيحسسه ان هو مش عادل، ان هو مش ظالم، ان هو جاي عليه، ان هو مش مديله حقوقه، ان هو هنا بيظلمه، فبيبدأ يلعب على وتر الظلم والاحاسيس ان هو مظلوم، ان هو غلبان، ان هو هنا يائس، ان هو هنا تعبان، وان حبيبك هو السبب. فبيلعب على الوتر ده، فحبيبك بيبدأ يضعف، فبيبدأ هنا يعيد العلاقة مرة اخرى. فالطرف ده مش هيخرج من العلاقة للأبد، لا هيخرج ويرجع تاني، يعني اون واوف طول الوقت. هيحاول يرجع ويبدأ بدايات جديدة، يعرض على حبيبك الحب، يعرض على حبيبك الاهتمام، يحسسه ان هو محور الكون عشان يكسب قلبه. هيعمل اي حاجة، هيلعب على وتر الشهوة، هيعمل اي حاجة عشان يحسس حبيبك ان هو محور الكون وان هو بيحبه وان هو عايزه بجد. طيب في خروج ليك انت يا صاحب القراءة من العلاقة دي؟ هل في خروج انت ليك؟ للأسف نفس الوضع، علاقة اون واوف، كل شوية هيبقى فيه خروج بعد كده فيه رجوع. لان انا شايفة ان انت زهقت، ان انت تعبت وعايز تهرب من العلاقة، لان انت تعبت وجايب اخرك من كل حاجة. بس رغم من ان انت واخد القرار ده وعايز ترحم من العلاقة، شايفة ان انت بعد ما تخرج من العلاقة او تاخد القرار ده بترجع تندم عليه، فبترجع تاني للعلاقة. فشايفة ان انت هتستمر مع الشخص ده، وشايف ان انت متعلق بيه، ان انت مهتم بيه، ان انت بتحبه، ان انت عايزه. فشايفة ان انت هتستمر في العلاقة دي وتبقى الاوضاع على ما هي عليها. يعني العلاقة دي هتبقى اون واوف طول الوقت، انفصال ورجوع ورجوع وانفصال وهكذا. شايفة ان انت هتبقى معاه وهتصبر لحد ما تيجي الفرصة المناسبة اللي تستغلها عشان العلاقة دي تتطور، اذا كان من زواج، اذا كان هنا من استقرار، اذا كان من سعادة. لان انا شايفة ان انت هتفكر بعقلك، لان انا شايفة ان انت هنا هتفكر بعقلك وهتحكم عقلك، وهتلاقي نفسك ان انت بتحب الشخص ده وان انت عايزه، وان انت مش عايز تخرج من العلاقة بعد المشاعر، بعد الحب، بعد الوقت اللي اديتهوله ده كله. فهتبدأ ان انت ترجع للعلاقة. فشايفة هنا العلاقة ما بينك وما بينه هتبقى اون واوف، يعني انت هتبقى موجود معاه والطرف ده موجود معاه، انتوا الاتنين مستمرين في العلاقة دي. طب في زواج؟ هل في زواج ما بينك وما بين الشخص ده؟ هل في زواج؟ طيب انا شايفه هنا في تفكير في زواج، وهنا هيحدث الزواج بس في التوقيت المناسب، في التوقيت المناسب. لان هنا يعني في شايفه ان هنا في توقيت مناسب بسبب العقبات، بسبب الطرف ده. بس في المستقبل القريب بعد المعاناه دي شايفه ان هنا ممكن يحدث زواج بنسبه كبيره جدا. لان شايفه ان الشخص ده بيفكر في النقطه دي وعايزها، عايز يعمل اي حاجه عشان يكون معاك، لانه عايز يستمتع معاك بالعلاقه، وعايز يكمل معاك في العلاقه الجسديه، وعايز يكمل معاك في العلاقه عموما. لان الشخص ده هيموت عليك بجد، مشتاق لك بجد، بيحبك بجد. فهنا في المستقبل في زواج، في زواج. طب هل في طلاق للطرف التاني؟ لا، للاسف لا، الطرف ده مش هيخرج. يعني ممكن يتزوجك ويتزوج الطرف ده، يعني هو ممكن يكون متزوج ده ويتزوج منك عليه، يعني انتوا الاتنين تبقوا معاه. انما هنا مفيش خروج، تزوجتم ما تزوجتوش انتوا الاتنين معاه. والطرف ده هيتطلق او ان هو هيرحل من العلاقه؟ لا، مستمر معانا. طيب خلينا نشوف اخر حاجة كده، هل الطرف التالت بيحب حبيبك حب صادق من قلبه؟ هل هو بيحب حب صادق من قلبه؟ لا، الشخص ده مش بيحب حبيبك. الشخص ده شايف ان هو بيستغله بقى، بيستغله معنويا، بيستغله جسديا، بيستغل ماديا. شايف ان هو معاه، ان هو ملكي، حاجة تخصني، حاجة بتاعتي انا، افرط فيها ليه، ابعد عنها ليه. بيحبني بقى ما بيحبنيش، انا العب على وتر الشهوة عشان اجذبه ليا. انما حب حقيقي، حب صادق، الشخص ده ما بيحبش حبيبك حب صادق. الشخص ده عايش مع حبيبك بعقله، الشخص ده عايش مع حبيبك بعقله، ومتأكد 1,000,000% ان حبيبك هنا مش بيحبه. مهما يعمل من مهما يهتم بنفسه،
نفسه، مهما يحاول يطور من نفسه، مهما يحاول ان هو يبقى معاه، بيشوف ان حبيبك مش متقبله، حبيبك مش عايزه، حبيبك ما عندوش مشاعر اتجاهه. فهل هنا وبيحبه؟ لا، هنا مش طاقة حب، هنا طاقة تعلق، طاقة انجذاب، طاقة حاجة ملكي، حاجة بتاعتي انا، تعود. لان انا شايفة ان هو بيهتم بالشغف الجسدي جدا، الطرف ده بيحاول يلعب على الوتر ده اتجاه حبيبك. بس انا شاكة ان الشخص ده هنا بيعمل اسحار ليك ولحبيبك عشان هنا يبقى معاه، لان هنا في طاقة اسحار في القراءة دي، في طاقة اسحار. خلينا نشوف هل الطرف ده بيعمل سحر، هل الطرف ده بيعمل سحر لحبيبك، هل الطرف ده بيعمل سحر؟ نعم، الطرف ده هنا بيعمل اسحار يا جماعه، الطرف ده ليه في الاسحار عشان يخليك تكرهه او ان هو يفرق ما بينك وما بينه، لان العلاقه بتبقى مستقره وفجاه تنهار بسبب اسحار الشخص ده او اعمال الشخص ده اللي بيعملها عشان يفرق ما بينك وما بينه. كل الابراج نزلت معانا في القراءه دي، الترابيه والمائيه والناريه والهوائيه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناه. بأصحاب المجموعة التانية اللي اختاروا معايا الحروف ج ص م لام ق واو ه ع لام ألف غ س ح ذ خ، أول حرف أو تاني حرف أو الحرف الأخير من اسم الحبيب الأصلي. طبعا هنا القراءة طاقة زمنية مفتوحة، تقدروا تسمعوها في أي توقيت انتوا حابينه. خلينا نكشف عن الطاقات. عندنا 3 طاقات النهارده. طبعا هنا القراءة عامة، بتاخد منها اللي يناسبك واللي مش بيناسبك بيناسب غيرك. عندنا طاقتك وطاقة حبيبك وطاقة الشخص الثالث أو الطرف الثالث اللي عند حبيبك. عندنا 3 طاقات النهاردة. طيب خلينا نبدأ بطاقة الشخص اللي في بالك. شايفه ان الشخص ده بيحبك قوي، شايفه ان الشخص ده بيفكر فيك قوي، شايف ان هنا عنده اسرار، عنده خفايا، عنده حاجات من الماضي بيحاول ان هو يخفيها، بيحاول ان هو ما يبينهاش، بس هو للاسف شاكك في الامر ان انت حاسس بيها او ان انت هتقدر تكشفه. الشخص ده خايف من الماضي، خايف من الحاجات اللي هو مخبيها عنك ان هي تنكشف اليك. شايفه كمان اللي هو بيفكر دلوقتي في مقارنه ما بينك وما بين الطرف اللي عنده، لو هنا عنده طرف تاني غيرك فبيفكر هنا في مقارنه، بيفكر فيه دلوقتي يعمل ايه، يتخلص منه ازاي يبقى معاك، يختارك انت ولا يختار الطرف ده. فحاسس ان هو محتار جدا جدا جدا، حاسس ان هو محتاج السعادة، شايف ان هو لما يبقى معاك بيبقى سعيد، لولا تدخل الطرف ده بيبوظ السعادة اللي ما بينك وما بينه. لما انت بتبقى بعيد عن العلاقة وهو مع الطرف ده لوحده بيبقى مبسوط وسعيد، اول ما انت بتظهر بيحس ان هو برضو بيتوتر وان هو مش عارف يكمل. فهو محتار دلوقتي مش عارف يعمل ايه، يختارك ولا يختاره. لما بيجي يختار ما بينك وما بينه بيحس ان هو تعبان، ولا عارف يختارك ولا عارف يختاره، ولا عايز يخسرك ولا عايز تخسره. فهو مش عارف يعمل ايه، ولا عايز يخسرك انت ولا يخسر الطرف اللي عنده. فبيفكر كتير قوي اعمل ايه، اتخلص ازاي، اختار ما بينهم، ما بين ده او ما بين ده. شايف ان القرار هنا مصيري، القرار هنا مهم، القرار هنا لازم ياخده، بس مش قادر ان هو ياخده لان القرار ده صعب جدا جدا بالنسبه له. شايف ان القرار ده ممكن يدمر اسره، يدمر اطفال. في نفس الوقت لو اختار الطرف ده هيخسرك انت، وهو مش عايز يخسرك، هو بيحبك. ففي طاقه من الحيره شديده جدا ما بين وما بين لا، ما بين هاخد ده ما بين هاخد ده، هكمل مع ده لا هسيب ده. فهو هنا مش عارف يختار. شايف هنا الاختيار صعب جدا جدا، فمش عارف هنا يختار، مش عارف يعمل ايه. تعالوا نشوف طاقتك انت يا صاحب القراءة. شايفه ان انت منفعل، شايفه ان انت زعلان، شايف ان انت يائس، شايف ان انت مليت، فاقد الشغف في كل حاجه، حاسس ان انت موجوع، حاسس ان انت متألم، حاسس ان انت هنا يعني زهقت بسبب الطرف اللي عنده. شايف ان الشخص ده اتعبك، اجهدك، شايف ان انت عايز تاخد قرار في العلاقه دي، ترحل، تمشي، تسيب العلاقه دي، او ان انت خلاص تنهيها لان انت مليت، بس مش قادر، حاسس ان انت متعلق بيه، حاسس ان انت عايزه. فانت في طاقه من الحيره شديده، شايف ان انت عايز تاخد قرار بس انت تعبان جدا جدا وفاقد الشغف، يائس، محبط، مجهد، حاسس ان الشخص ده اوجعك، حاسس الشخص ده ظلمك، حاسس ان انت مش عارف تعمل ايه، حاسس ان الطرف التالت اللي في العلاقه ما بينك وما بينه هو السبب، هو اللي مبوظ العلاقه اللي ما بينك وما بينه ومخلي العلاقه منهاره طول الوقت. فانت هنا في طاقه من الحيره لامرك، عايز تاخد قرارات، عايز تمشي من العلاقه، لا عايز ارجع للعلاقه، عايز ابقى اكمل معاه، طول الوقت غيران، طول الوقت منفعل، طول الوقت متعصب، طول الوقت بتحس ان انت عندك طاقه من الاكتئاب الشديد، حاسس ان انت مالكش نفس لاي حاجه، مش عارف تعمل ايه.
زهقت وجايب اخرك من كل حاجة بس ما عندكش حل، مش عارف تعمل ايه في الطاقة الحالية، مليت وزهقت وقرفت بس مش في ايدك حل. شايف ان انت دلوقتي عايز الاحداث تتحل لوحدها، شايف ان انت تعبت قوي وجايب اخرك من كل حاجة قوي قوي قوي، وان انت مظلوم جدا 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 في العلاقة دي. بس هنا بترجع تقول هعمل ايه؟ اسيبه؟ طب انا لسه بحبه. طب لو بعدت عنه ما انا برجع له تاني. طب اعمل ايه؟ مش عارف تعمل حاجة. تعال نشوف طاقة الطرف الثالث. طب الطرف الثالث هنا شايف ان هو زهق هو كمان، شايف ان هو هنا قاعد يفكر هنا يفكر ان هو بيعافر في العلاقه دي، ان هو هنا بيحاول يعمل اي حاجه ويتحدى اي حاجه عشان الشخص ده، وان هو يقف جنبه وان هو يسنده. طول الوقت حاسس ان هو متحمل مسؤوليه العلاقه لوحده، طول الوقت حاسس ان هو اللي شايل العلاقه دي، وان حبيبك شايل ايده من العلاقه دي. شاكك طول الوقت ان حبيبك عنده اسرار، عنده خفايا، ان هو عنده طرف تاني غيره، عشان كده مش قادر يستمتع معاه بالحب او بالمشاعر. طول الوقت شايف ان حبيبك رامي كل حاجه عليه، مكبر دماغه منه، ما بيسألش فيه، ما بيهتمش بيه. حتى لحظات السعادة بيحس ان هي لحظات زائفة، ان هو بيديله لحظات من السعادة الزائفة، وان هو زي اكنه عايش معاه وهو مضطر بس انه يعيش معاه علشان هنا ان هو زوج ليه، او ان هو هنا عنده اطفال تجمع ما بينه وما بينه، او عشان ماديات. طول الوقت الطرف ده شاكك وحاسس ان في حاجة خاطئة في العلاقة دي، ان حبيبه هنا اللي هو حبيبك عنده طرف تاني، ان هو عنده طرف تاني غيره، وان هو بيخونه، وان هو هنا في حاجة غلط. لان شايف ان مشاعره مفيش مشاعر اتجاهه، شايف ان هو عايش معاه هنا بدون مشاعر، عايش معاه بقلبه، عايش معاه هنا اقصد بعقله مش بقلبه، لاغي قلبه خالص. شايف ان هو تعب، عمال يحاول يصلح، يديله في مشاعر، يديله في اهتمام، ويحاول ان هو يعمل سعادة في العلاقة، بس شاكك ان حبيبك هنا عنده طرف، وان الطرف ده هو اللي مأثر على العلاقة، وان هو مش بيحبه. عشان كده مهما يحاول يعمل له ومهما يقدله صوابعه العشرة شمع، حبيبك هنا ما بيتأثرش بيه، حبيبك هنا ما بيهتمش بيه، حبيبك هنا ما بيحسسوش ان هو عايزه بجد، او ان هو مهتم بيه. فحاسس ان هو تعب، حاسس ان هو يأس دلوقتي، عايز يكتشف هل هو احساسه صح وان هو عنده طرف تاني. ولو هو كان عارف بالطرف التاني ده وهو اقنعه ان هو تخلى عنه وان هو رحل، هل هو ماشي؟ لان هو شاكك طول الوقت. فهو دلوقتي شاكك ان حبيبه عنده طرف تاني، علشان كده هو متغير معاه، فعايز يكتشف هل الطرف ده موجود بالفعل ولا لا. خلينا نبدأ نشوف مشاعر الشخص ده اتجاهك واتجاه الطرف اللي عنده. خلينا نشوف مشاعره اتجاهك ومشاعره اتجاه الطرف التالت. خلينا نشوف مشاعره اتجاهك انت، مشاعره اتجاه الطرف التالت. طيب نبدأ بمشاعره اتجاهك. طيب الشخص ده شايف ان انت توأم روحه، انتوا هنا توأم شعلة كان مش توأم روح، من العلاقات القدرية، العلاقات الصعبة، العلاقات اللي فيها حب حقيقي. يعني هنا اللي بيبقى فيها توأم روح، ان انتوا حاسين ببعض وبتتواصلوا طول الوقت مع بعض، وان انتوا يعني حاسين ببعض وارواحكم بتتقابل مع بعض، وان انتوا هنا بتجذبوا بعض البعض، يعني طول الوقت بتفكروا في بعض. العلاقة دي كمان بيبقى فيها إثارة جسدية شديدة جدا، طول الوقت عندكم إثارة شديدة لبعض، بتفكروا في العلاقة الجنسية فالعلاقة الجسدية. فشايف ان انت توأم روحه، ان انت نصه التاني، ان انت حب حياته، ان انت حبه الحقيقي. شايف ان هو ظلمك، ان هو جاي عليك بسبب الطرف اللي عنده، بس مش عارف يعمل ايه. شايف ان هو بيحبك بجد، مش عارف هو كده يعمل ايه في العلاقة دي، يمشي ويسيبك عشان حاسس ان هو ظلمك، ولا يكمل معاك وانت هتتحمل. فهو حاسس اتجاهك ان انت نصه التاني، ان انت توأمه، ان انت حبيبه، ان انت روحه، بس حاسس بالظلم الشديد اتجاهك. خلينا نشوف مشاعره اتجاه الطرف التالت. شايف هنا ان هو بيحاول يديله الحب، بيحاول يديله الاهتمام. شايف هنا ان هو يعني مهما حاول يديله حب او اهتمام، ان هو بيبقى مش حقاني معاه، ان هو مش عادل معاه. بيحس ان هو لما بيبدأ معاه وبيديله حب، بيحس ان هو مش صادق، ان هو شخص مش حقاني، ان هو شخص ظالم، لان الاحاسيس اللي بيطلعها احاسيس زائفة، احاسيس هنا سيئة، احاسيس مش حقيقية. فشايف هنا ان هو بيقعد يلوم في نفسه كتير، او بيدخل في طاقة من الاكتئاب شديدة جدا، باحساسه ان هو ظالم الطرف ده، وان هو
مهما يحاول يديله من مشاعر او يديله من الاهتمام فبيديله مشاعر زائفه، فبيلوم في نفسه كتير قوي، وبيحس قد ايه ان هو ظالم الطرف ده. فهنا احساسه اتجاهك واتجاه الطرف التاني اللي انتوا الاتنين مظلومين، ان انتوا الاتنين مش واخدين حقوقكم في العلاقه دي، ان انتوا الاتنين هنا مجروحين، وهو السبب جرحكم، ولا عارف يختارك ولا عارف يختاره، ولا عارف يعدل معاك ولا عارف يعدل معاه. هنا هو هنا جاي عليك وظلمك، وجاي على الطرف التاني وظلمه. بس هو شايف ان في حاجه اتجاهك انت من ناحيه مشاعر الحب، ان هو بيحبك انت اكتر، ان انت اللي بيحبه الحب الحقيقي، الحب الصادق. من ناحيه الطرف التالت لما بيديله حب بيديله حب قليل، بيديله مشاعر زائفه، بيحسش ان هو بيحبه بجد، بيحس ان هو بيعمل كده زي اكنه بيعطف عليه، فبيحس ان هو ظالم الطرف ده. طيب خلينا نشوف نظرته ليك ونظرته للطرف التالت. نظرته ليك انت ايه، ونظرته للطرف اللي عنده ايه. طيب نظرته ليك انت ان هو شايف ان هو يعني بيراقبك طول الوقت، لما بيمشي من العلاقة او بينسحب من العلاقة بيحس ان هو مفتقد حاجة كبيرة جدا، بيحس ان هو يعني مفتقد روحه، بيحس ان هو مفتقد حاجة مؤثرة فيه، بيحس بالزعل، بيحس باليأس لما بيحصل مشاكل او بينسحب بعيد عنك، بيحس ان هو زعلان، ان هو يائس، ان هو مكتئب، ان هو مش مبسوط، بيلاقي نفسه بيراقبك طول الوقت، بيلاقي نفسه عايز يعرف تفاصيل عنك، بيحس ان عنده حنين، عنده اشتياق ليك، بيحس ان انت بتكمله، ان وجودك في حياته شيء مهم جدا جدا، وشيء ما ينفعش الاستغناء عنه. طيب نظرته للطرف التاني ايه؟ شايف ان الطرف التاني هنا ان هو بيحاول يبدأ معاه بدايات جديدة بس مش عارف يختار. يعني هنا شايف ان هو بيحاول يبدأ معاه بدايات جديدة، بيحاول ان هو يعوضه، لان الطرف ده هنا متعلق بيه، او الطرف ده بيديله مشاعر، فبيحاول طول الوقت، بيحس ان هو بيحاول معاه ان هو يبدأ معاه، ان هو يديله اهتمام، يديله مشاعر، بس ما بيعرفش، بيحس ان هو متضايق، بيحس ان هو مضغوط، بيحس ان هو مش عارف يختار، بيلاقي نفسه وهو معاه بيفكر فيه، كل ما بيبدأ معاه بداية جديدة وبيحصل استقرار هنا يلاقي نفسه ان هو بيفكر فيك، بيلاقي نفسه ان هو بيراقبك، بيلاقي نفسه ان هو دماغه معاك انت، فبيحس ان هو مش شايفه، بيحس ان هو مقصر معاه، فيبدأ يفتعل مشاكل ما بينه وما بين الطرف الثالث بسبب الاهمال، بسبب ان هو مش يعني بيبدأ معاه بداية ويوعده وعود ويرجع ان هو يزيف وعوده دي. فنظرته ليه ان هو هنا عنده يعني الطرف ده بيحاول يديله الاهتمام، بيحاول يديله المشاعر، بيحاول هنا انه يقف جنبه، بيحاول ان هو يدعمه. شايف ان الطرف ده كمان ان هو هنا مهما يجي عليه او يوجعه او يجرحه الطرف ده متمسك بيه، بس شايف ان هو غيران عليه في الفترة الأخيرة قوي قوي، وانه شاكك ان عنده اطراف فبيراقبه طول الوقت، وشايف ان هو لازم ياخد قرار في العلاقة دي. طيب خلينا نشوف. طيب لو الطرف ده بيخش في علاقة جسدية مع الطرف الثالث، هيبقى ده بيخش في علاقة جسدية معاه؟ نعم بيخش معاه في علاقة جسدية. طيب ايه احساسه لما بيخش معاه في علاقه جسديه؟ بيحس ان هو متضايق، بيحس ان هو زعلان، بيحس ان هو مش مبسوط، بيحس ان هو بيفكر فيك انت، ان هو مشاعره معاك انت، بيحس ان هو منتظر الحب منك انت، او عايز العلاقه دي معاك انت. فهنا بيحس بالاستمتاع، بيحس ان في حاجه مفتقده، حاجه كبيره جدا. طيب هل هو عايز يدخل معاك انت في علاقه جسديه؟ نعم. نعم الشخص ده عايز يدخل معاك انت في علاقة جسدية وبيتخيلك، بس شايف ان هو مش عايز يظلمك، مش عايز ان هو يدخل معاك في علاقة وهو يظلمك في العلاقة دي، او ان هو كده للتسلية. لا، يا اما في النطاق الصحيح يا اما لا. هنا عكست الكروت عشان بس ايه، دي كروت الطرف التالت ودي كروتك انت، تمام كده زي ما احنا. طيب هل هو صادق في الكلام اللي بيقوله لك عن الطرف التالت؟ هل هو صادق في الكلام اللي بيقوله لك عن الطرف التالت؟ لا، مش كل الكلام، مش كل الكلام اللي بيقوله لك عنه صادق فيه، ساعات بيحور عليك، ساعات بيقولك الحقيقة نصها كامل ونصها مزيف، علشان هنا ما تكتشفش حقيقته، او ما تكتشفش ان هو بيخبي عليك ان هو مثلا بيدخل علاقة مع الطرف ده، بيخبي عليك ان هو هنا بيحاول يبدأ يديله مشاعر، يديله اهتمام، بيحاول ان هو يصلح الاوضاع اللي ما بينه وما بينه، بيحسسك ان هو مثلا مش طايقه، او ان هو منهار. هو بيبقى منهار ومش طايقه، بس قدامه بيرسم له دور تاني، بيرسم له ان هو بيحبه، ان هو عايزه، ان هو متمسك بيه. طيب خلينا نشوف، هل في خروج للطرف الثالث من العلاقة؟ هل في خروج للطرف الثالث من العلاقة؟ لا، للأسف لا.
للاسف لا، شايفه ان الطرف الثالث هنا مش هيخرج من العلاقه، للاسف لا. الطرف التالت ده قاعد معانا ومكمل معانا، رغم هنا ان هو موجوع، رغم ان هو متألم، رغم هنا ان ممكن عارف بوجودك، لان انا شايفه هنا الطرف التالت يا اما شاكك ان انت موجود في العلاقه، يا اما هو عارف بوجودك. فالطرف ده رغم ألمه ورغم وجعه مش عايز يخرج من العلاقه دي، متمسك بحبيبك وعنده امل ان العلاقه دي يحدث فيها اتزان يوما ما، وان هو يتخلى عنك وان هو يكمل معاك. طيب هل انت هتخرج من العلاقه دي؟ شايفه ان انت محتار، شايفه ان الشخص ده انت عايز تتزوج من الشخص ده وعايز تكمل في العلاقه دي، وشايفه ان انت محتار ومش قادر تاخد قرار. فشايفه هنا ان انت مش هتخرج، شايفه هنا ان انت هتنتظر عليه، شايفه هنا ان انت هتفضل معاه، لان شايفه ان هنا في بدايات في العلاقه تاني ما بينك وما بينه. وهنا الشخص ده عايز يعرض عليك الترسيم، بس الترسيم هنا خطوه بعيده جدا في الوقت الحالي بسبب الطرف ده. فشايفه هنا ان انت محتار في القرار ده، بس شايفه ان انت برضو مش هتخرج من العلاقه دي، شايفه ان انت هتكمل مع الطرف ده، يعني انت هتكمل معاه وهو هيكمل معاك. خلينا نشوف مشاعر الطرف الثالث اتجاه حبيبك. هل هو بيحب حبيبك بجد؟ هل هو بيحبه بجد؟ طب هو هنا بيحبه، الشخص ده بيحب حبيبك، الشخص ده شايف ان حبيبك هو مصدر السعادة بالنسبة له، هو الطاقة الإيجابية بالنسبة له، هو حلم حياته اللي هو عايش عشانه، يتوجع يتألم يجي عليه يظلمه يعمل اللي يعمله، هو شايف ان هو بتحبه، شايف ان هو عايز يكمل معاه، مش عايز ان هو يسيبه، شايف ان هو متعلق بيه تعلق شديد جدا جدا جدا، وعنده امل ان العلاقة دي تتصلح، عنده امل ان حبيبك يبقى ليه هو وبس، وان هو يفكر فيه هو وبس. طب في طلاق في المستقبل القريب، في طلاق للطرف ده في المستقبل القريب؟ لا، شايفه هنا لا، الطرف ده قاعد معانا ومكمل، حتى لو انفصلوا هيرجعوا تاني، يعني هنا حتى لو قرروا ان هم ينفصلوا بسببك او بسبب المشاكل هنا، فشايفه هنا ان هم هيرجعوا تاني، لان حبيبك هنا هيختار ما بينك او ما بينه، هنا مش عارف يختار، ولا عارف يختار ما بينك ولا ما بينه، فمش هيختار حد، هتبقوا انتوا الاتنين معاه. طب في زواج ليك من الطرف ده، هل انت هتتزوج مع حبيبك ده في المستقبل؟ لا برضو، شايفة لا، تبقى الأوضاع على ما هي عليها، مفيش أي تغيير، كل اللي هيتغير إن العلاقة أون وأوف، انفصال ورجوع، هتبعد وترجع يصالحك، وتبعد ويرجع يصالحك، ويصالحك وتبعد، الطرف يعلم بوجودك، يعمل معاه مشاكل، يقنعه اللي هو هيبتعد عنك، يعمل بلوك فجأة، بعد كده يروح راجع لك تاني، بعد كده يروح فاكك البلوك، بعد كده تتواصلوا وهكذا. انت والطرف اللي عنده تبقى الاوضاع على ما هي عليها، مش شايفه هنا اي تغييرات، مش شايفه هنا ان في اي حاجه هتتجدد، شايفه ان الاوضاع تبقى على ما هي عليها، لان هنا شايفه مفيش اي قرارات، وحبيبك هنا مش واخد اي قرارات مصيريه في العلاقه دي ولا في العلاقه دي، مش عارف ياخد قرارات اساسا، شايف ان هو واقف في المنتصف المميت، وما بين وما بين لا، كل ما بيبعد بيحن، كل ما بيقرب كل ما بيحس ان هو عايزك اكتر، كل ما بيبعد عنك كل ما بيشتاق لك، مش عايز يخسر الطرف ده ولا عايز يخسرك. والطرف ده كان متعلق بحبيبك، مش هيخرج من العلاقة، يعني حتى لو حبيبك بيعمل ايه عشان يخرجه، الطرف ده متمسك بالعلاقة لآخر نفس فيه، لانه عايز العلاقة دي وعايز يكمل فيها. عندي كل الابراج الترابية المائية النارية الهوائية. خلصنا القراءة بتاعتنا، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناة.